أعزائي المشاهدين قناة خلطبيطة كورة، أهلا وسهلا بكم. للأسف لحد الآن كل المنتخبات العربية فشلت في تحقيق الفوز في أول مباراة. منتخب مصر تعادل مع موزمبيق 2-2، منتخب الجزائر تعادل مع أنجولا 1-1، منتخب تونس خسر من ناميبيا في مفاجأة كبرى. اول فوز لمنتخب ناميبيا في كاس الامم الافريقيه، فاز على منتخب تونس 1-0 باداء كبير جدا من المنتخب الناميبي. ومنتخب موريتانيا خسر من بوركينا فاسو في الدقائق الاخيره بضربه جزاء. الامل بكره في منتخب المغرب انه يقدر يفوز على تنزانيا. اداء ضعيف من معظم الفرق الكبيره. هل ده عشان لسه في بدايه البطوله واول مباراه في البطوله ولسه ما انسجموش وما دخلوش في اجواء البطوله، ولا ايه؟ شفنا برضه منتخب نيجيريا منتخب كبير اتعادل 1-1، ومنتخب غانا خسر 2-1 من كاب فيردي، ومنتخب الكاميرون تعادل 1-1 مع غينيا. كل المنتخبات الكبيره او معظمها عمل اداء سيء او اداء مش كبير واتعادل او خسر في المباراه الاولى، ولكن مفيش باستثناء منتخب السنغال ومنتخب كوت ديفوار اللي حققوا الفوز. لسه هنشوف بقى منتخب المغرب هيعمل ايه، ومنتخب مالي وجنوب افريقيا هيعملوا ايه في المباراه الجاريه حاليا، ومتعادلين مع بعض. المنتخبات العربيه في اسوأ حالاتها. منتخب تونس مش في احسن حالته، بيفتقد لمهاجم يخلص. المنتخب المصري لياقته ضعيفه وانهار في الشوط الثاني بدنيا. المنتخب الموريتاني ادى على اداء على قد امكانياته، والمنتخب الجزائري برضه مش هو المنتخب الجزائري بتاع السنين اللي فاتت من البطوله اللي فاتت مع جمال بالماضي. والبطوله دي المنتخب الجزائري افتقد كثير من شخصيته وادائه وقتاليته على الفوز والبطوله. اتمنى رب التوفيق لهم في المباريات القادمه ويقدموا اداء كبير ويتاهلوا للادوار القادمه للنهائي باذن الله، وتكون البطوله عربيه. اتمنى رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم مش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدعمونا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.